هنروح دلوقتي نشوف تقرير. الحقيقة التقرير ده احنا بذلنا فيه مجهود كبير ان احنا نقابل اخطر 6 شخصيات في عام 2012. الحقيقة مش قادر اوصف لكم قد ايه ان احنا نقابل شخصيات خطرة بهذا الاسلوب. عدينا حواجز امنية، قدرنا ان احنا نوصل الموضوع بشكل صعب جدا علشان نسألهم سؤال واحد بس: ايه هي امنياتكم في عام 2013؟ نشوف اخطر 6 شخصيات في عام 2012 ونعود معاكم مرة تانية لبرنامجكم شباب على الهواء. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب سنة 2013 تبقى سنة خير على كل المصريين. سؤالنا النهاردة لكل شباب في كل محافظات مصر سؤال مهم جدا: يا ترى امنياتكم ايه في 2013؟ امنيتك ايه في 2013؟ خش لي يلا من هنا، يلا وانت من هنا اعملوا لي كماشة على السمك. يا استاذ كماشة على السمك. استنى يا عم. ايوه يا ده اعمل لي كماشة واطلع لي بيهم. انا يابا امنيتي ان شاء الله ان انا اصطاد حوتين من النيل واكل الشعب ده كله حتان. ولعلمك بقى انا لا بصطاد لا بسناره ولا بشبك، انا السمك يشوفني يابا يخرج لي من الميه خوف. انا صياد برمه وهاخد كارنيه الصيد من غير سنارات ولا شبك يا عم. العيال خدوا السمك. يلا خد يلا فين العيال؟ فين السمك؟ هو فين النيل؟ والله يا باشا يعني انا يعني نفسي ربنا يكرمني كده ويبقى عندي ورشه كبيره مساحتها يجي 2000 متر، وبدل ما باشا ما ابقى ميكانيكي سيارات هبقى ميكانيكي طيارات وهجر الطياره بالساعه وب50 جنيه يا باشا. معلش هقطعك بس عايز اعرف امنيتك ايه في 2013؟ اي امنيتي ان الحياه تبقى حلوه، انا ابقى حلو، حضرتك تبقى حلو، الاستاذ المصور ده يبقى حلو، مصر كلها تبقى اهلا بلد في العالم، اللي ورايا ده يبقى حلو لكن واضح ان هو مش حلو من جوه. اتصور يا عم انت حلو اهو. انا حلو. جول. الحمد لله يا باشا، انا امنيتي ان النادي الاهلي يخش كاس العالم وربنا كرمه يا باشا. يعني في شويه صعوبات بس يلا ماشي. وعلى العموم انا امنيتي التانيه ان كل الشباب اللي قاعده على القهوه دي تبطل قعده على القهوه وتتجوز يا باشا وتخلف بنات وولاد، وكل الولاد يلعبوا في النادي الاهلي يا باشا. امنيتك ايه في 2013؟ والله لحظة اجيب الصفحة بس. يعني انا اتمنى من كل قلبي ان مصر تخطو خطواتا ثابتة تجاه الاهداف المرجوة من اجل الارتقاء بالاقتصاد المصري الذي حينما يعلو الى اعلى الدرجات يعود هذا العلو بالنفع كاملا على كل المصريين كما هو موضح في هذا الكتاب. والحقيقة يعني أنا أول مرة أقرأ الكتاب ده فمش فاهم هو بيقول إيه. قلت يا وليه حمي الواد حميه في الترعة. لا الترعة بتجيب الهراسية، حميه في الطش يا وليه. لو سمحت أمنيتك إيه في 2013؟ اقفل يا وليه، اقفل التلفزيون هيصور معاك. قلت لك اقفل دلوقتي. انا يا باشا امنيتي ان ربنا يكرمني واشتري بيتين. البيت الواحد يبقى فيه 12 شقه، هاجر الشقه ب2000 جنيه، 2000 في 12 ب24000 جنيه، ضمهم بقى حضرتك على ال24 التانيين يعملوا 48000 جنيه، واجر الروف كمان يبقى 50000 جنيه، اضربهم في السنه 12 شهر يعمل لهم 600000 جنيه، واقعد ساعتها يا باشا يا نبي. شفنا شباب وشفنا امنياتهم في عام 2013. يمكن التقرير في جزء من الخيال، لكن اهم حاجة ان يكون عندنا امنية ان احنا نحققها لنفسنا ونحققها لبلدنا. ويا رب سنة 2013 تبقى سنة خير على كل المصريين.